لأحمد كسراوي. لسنا بداخل صيدلية أو محل بيع المجوهرات، وإنما نحن بإحدى محلات بيع الخضر والفواكه بالعاصمة. وخلال جولتنا الاستطلاعية قادتنا إلى بعض محلات بيع الفواكه تم الوقوف على الارتفاع الجنوني للأسعار التي فاقت السقف المعقول. العنب هذا الأحمر والأخضر يدير 180. عندك تفاح هذاك يدير 100,000. العين هذا كيف أور سيزون يدير 250. عندك الموق لامونك دير 200,000. وشيري مويا كيف دير 200,000. عندك لانانو دير 100,000 الكيلو. من خلال تجولنا بالمحلات استرقنا السمع لهمسات بعض الباعة على أن أسباب الغلاء راجعة لتوقيف الاستيراد وجلبها عن طريق الكابا. غالية شوية، كيما النكتارين يدير 250. الخوخ ما عنديش يدير 200,000 ابيبري. والاخرى باينه كيما تشينا وكذا. لي سيريز ما عندكش؟ لي سيريز ما عنديش، لا خويا. القهوه شحال هو يدير لك 300,000 350. لي سيريز ناقص شويه ما كاش بزاف. أسباب وإن كانت منطقية في الظاهر، إلا أن أطرافا تعطي تفسيرا آخر لهذا الغلاء. فعلا أن سوق الفواكه في الأشهر الأخيرة تشتكي من نقص في العرض، سواء بالنسبة للفواكه الشتوية خاصة البرتقال والمندرين، أو حتى بعض الفواكه الصيفية مثل الصيف القادم. لكن هذا النقص هذا نعتقد وكما يرى وكما أكده الكثير من المزارعين والفلاحين هو مؤقت. ارتفاع الأسعار كان متوقع مرتقب زيادة على نقص الأمطار اللي عرفتها السنة الماضية، مما أدى إلى نقص في المنتوجات على الأشجار المثمرة. لكن هذه السنة ومع بداية ممكن ماي سنشهد دخول كميات معناتها معتبرة من أنواع الفواكه المحلية، مما يؤدي حتما إلى انخفاض أسعارها خلال أسابيع. بين حلاوة المذاق ومرارة السعر يبقى المواطن البسيط الضحية الأولى في ظل هذا الارتفاع الرهيب وغياب الرقابة.